السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي. اليوم سنشرح طريقة إزاحة خلفية أي صورة مهما كانت معقدة فقط بنقرة زر واحدة. نعم، لن تحتاج إلى أن تكون محترف فوتوشوب أو أن يكون لديك حاسوب قوي فقط من هاتفك إذا لم يكن لديك حاسوب. لكن قبل ذلك إذا استفدت من المواضيع التي أقدمها أدعوك لمتابعتي على حساب انستغرام، فهناك أتواصل معكم وأجيب على أسئلتكم. الآن سنشرح طريقة إزاحة خلفية أي صورة مهما كانت معقدة، وحتى إذا كان بها العديد من الأشخاص يمكنك إزالتها بهذه الطريقة. تابع معي. أول شيء صديقي تقوم به هو الدخول إلى هذا الموقع الذي سوف تجده في صندوق الوصف أسفل الفيديو. بعد ذلك تقوم بالنقر هنا، ثم تقوم باختيار الصورة التي تود إزالة الخلفية لها. فمثلا سأختار صورة معينة، سأختار هذه الصورة، فأوتوماتيكيا بعد اختيار الصورة سوف يتم إزالة الخلفية لها كما ترون معي في هذا المثال. تنتظر بعد ثوان فالصورة قد تم إزالة الخلفية لها باحترافية. تقوم بالنقر على تيليشارج وسوف يتم تحميل الصورة. بعد ذلك تقوم بالنقر هنا وتختار صورة ثانية. سأقوم باختيار أي صورة معينة سيتم إزالة الخلفية لها بكل سهولة. ثم أقوم باختيار صورة، فمثلا سأختار هذه الصورة فهي معقدة نوعا ما، فتحتاج إلى أن تكون خبير بالفوتوشوب. فتم التحميل، فتمت إزالة خلفية الصورة بكل سهولة. فلن تحتاج إلا أن تكون محترف فوتوشوب، فقط قم باختيار الصورة التي تود إزالة الخلفية لها. سأختار صورة لي مع صديقي كما ترون هنا. لقد تم إزالة الخلفية دون أن أحتاج إلى أن أكون محترف فوتوشوب أو أحتاج إلى برامج، فقط بهذه الطريقة. الآن سأختار صورة أخرى تكون معقدة نوعا ما، فبهذه الطريقة سوف يتم إزالة خلفية أي صورة باحترافية دون أغلاط أو دون أخطاء بالفوتوشوب، فقط بهذه الطريقة. حتى وإذا كان أشخاص كثيرون بالصورة سوف يتم إزالة الخلفية وتركهم هم فقط. فهذه الطريقة هي مجانية وحصرية فقط في هذا الموقع. سوف يتم إزالة الخلفية فقط من هاتفك. والآن سأريك طريقة تغيير الخلفية وإضافة خلفية أخرى أو إضافة صور أخرى بجانب صورتك فقط من هذا الموقع الذي سوف تجده في صندوق الوصف أسفل الفيديو، وأيضا يمكنك تحميله من متجر جوجل بلاي. إذن بعد الدخول إلى الموقع تقوم بالنقر هنا وتقوم بالنقر هنا وتقوم بإضافة الخلفية الصور التي قمت بتحميلها. فكما ترون معي هذه الصورة التي قمت بإزالة الخلفية لها، وأضيف لها خلفية مهما كانت. وسأقوم باختيار صور معينة. سأختار جميع الصور التي قمت بإزالة الخلفية لها وإضافتها هنا. يمكنك إضافة العديد من الصور في خلفية واحدة أو إضافة خلفيات أخرى. فبهذه الطريقة يمكنك التعديل على الصور دون أن تكون محترف فوتوشوب، فقط من حاسوبك أو هاتفك، أو دون أن تقوم بالذهاب إلى محترف ليقوم بالتعديل على صورك. أنت صديقي يمكنك التعديل على صورك دون أن تقوم بالذهاب إلى محترف ليقوم بتعديل على صورك. أنت فقط يمكنك احتراف كل هذا فقط بهذه الطريقة التي شرحتها لكم الآن. يمكنني إضافة العديد من الصور بهذه الطريقة، فهي طريقة سهلة وجميلة وحصرية. صديقي هذه الطريقة أنا أعمل بها شخصيا، فأنا أقوم بتعديل على صوري بنفسي بهذه الطريقة. وفي الفيديو القادم إن شاء الله صديقي سوف أقوم بشرح طريقة تصميم لوحة إعلانية بطريقة احترافية. فهذه اللوحات الإعلانية يقوم تصميمها بثمن باهظ جدا. إذا كنت تود تصميمها سوف يطلب منك التقني ثمن باهظ، لذا سوف أقوم بشرح طريقة تصميمها بطريقة سهلة واحترافية. إذا صديقي إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. إن أعجبك الفيديو لو ما كنت مهتم بمثل هذه المواضيع رجاء أن لا تبخل علينا بالنقر على زر لايك والاشتراك في القناة. شكرا على المتابعة ونلقاكم في فيديو جديد إن شاء الله.